هذه نصيحة من أخ كل يمني شريف حر، رجل كفو. يا أحرار اليمن، يا رجال اليمن، انظروا إلى هذه القضايا التي بتحصل الآن بسبب القتل والمقتالة. يا أخي اليمني، لا تقتل إلا على دمك ومالك وعرضك فقط. شوف التوالي كيف فيه، شوف توالي من قتل، وبعدين محاكم وشرايع، ولا يجوا يقتلوك بنفس القتلة هذه. هل ترضاها؟ أو هل ترضى أنك تجعجع أمك وأبوك وأخوتك وقبيلتك بسبب ساعة غضب، أو بسبب تلقى أكثر القضايا قضايا تافهة، قضايا القتل الأسباب تافهة، ولكن في الأخير هي قضية قتل. السجون مليان والثارات مليان، قد احنا غارقين. احنا بالنسبة لنا في الشمال بشكل يومي أو بشكل أسبوعي بيحتلين أكثر من 25 قضية، 15 قضية، 12 قضية بشكل أسبوعي. ولكن هذا يسمى تشجيع. هذا من قتل يقتل، من قتل يقتل، يكون عبرة لغيره. لا تقتل إلا على ما قلت لك، دمك مالك عرضك اقتل. حاجة هوجهت وقديل الوجه ترحب وحيا قبالها. ولكن الصبر والشديد الذي يمسكنا، هذا علي بن أبي طالب قال الشديد الذي يمسك نفسه ساعة الغضب، هذا كفو ما هو دليل. ثانيا، في عهد علي بن أبي طالب عندما صنعوا النبال، ايش قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ قال ماتت الشجاعة، ماتت الشجاعة من يوم صنعوا النبال. من أول كانوا بالسيوف، رجال هي رجال. ولكن مقابلة السيوف ولا مقابلة الصفوف، ندخل في موضوع صاحب شبوه الذي سلمه تسليم غير مشرف. احنا قد سوينا فيديوهات سابقة، ولكن تسليم غير مشرف، ولا كان بيسلمه، كان بيقطعه. كانوا بيقطعوه لكنه بعد 7 ساعات وعاد النفوس مشحونة، وعاد هذا به ردة فعل، لأنه هو الذي سوى القاتل هذا الذي قتلوه. حسب منشورات شفناها أنه دي قتل بوابل من الرصاص، يعني هم قتلوه بنفس هذا، ولكن ما كان، لأنه كان يصيح يقول أنا موجه من فلان وفلان وفلان. المفروض أنهم مسكوه وقالوا له برك، وبايبرك، وواحد منهم يتكفى يحجب الجميع ويسمع منه، والكاميرا هذه تصوره. ولا ما كان صوروا هذا القتله من بدايته ولا كان انتشرت. ليش قتله خلاص، يعني انه عشاره، لانه هذا هو قتل وصوره، انه قتله ما قتله وصوره. المفروض انه ما عاد صوروا، ولكن بحكم ان قد انتشرت وشنيعه وعيبه. انا شفت الان تحكيم الاسود ذولا، لا باحاج الشبوه رجال. احنا ما نعم الناس كلها، لان السيء ما يمثل لا نفسه، والفشل ما يمثل لا نفسه. الواحد لما يسوي عيبه ولا نكيره القبيلة كلها بتستنكر، ما يمثل لها نفسه، والناس كلها بتستنكر وتنبده. لكن الواحد لما يسوي حاجة فاخرة للقبيلة ويسألوا على فلان، أيوه مننا، يعني صاحبنا. لكن الذي بيسوي النكيرة والباخسة والذي ما تشرف والخساسات بيقولوا ما هو منا ولا نعرفه. يعني إن القبائل بتنكر، ولا حد يعيب القبيلة، ولا حد يعيب العرف، ولا حد يعيب، لأن العرف وصى به الله، أمر به الله، أمر خذ بالعفو، خذ أمر، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض أمر بنفس الوقت، أعرض عن الجاهلين. السفهان يعني الجاهلين. في مثل هذه النكيرة احنا لا نبررها بأي هذا، ما كان واجب. هو معبر واحد كان بيحطه بين عيونه، هو يسمى معبر النقع. كان بيصل هذا الذي سلمه الدمرة، كان بيصل يقول له ذا معبر، في حال انه عاجز في قتله، ولا كان بيقتله. انتوا بتعفوه، ما رضي يعفو بيقتله، ولا يسلمه لهم ويسلحبوه قدامه. قسما بالله العظيم لو ما عد عشت. وهم رجال مسلحين دولك، حرام لا فك ومنشق وموت بشرف. التاريخ ما يرحم، الواحد ما معه لا ناموسه، والكرامات خطوط حمراء. ولكن حصلت
قد لكم تنتين يا قبائل شبوه. الأولى حق صاحب بني حشيش سليم دويس، صاحب بني حشيش ورجال وافي كفو، وسووا ذاك الشنيعة ونكرت قبائل شبوه كلها رجال كفو. أنا لي أصحاب وإحنا بزي وخال إحنا وقبائل العوالق وبيننا روابط دم ولزم وسيرة وصحب. هذا بالنسبة للعوالق. وبالنسبة لشبوه كلها معي رجال من شبوه أصحابنا وأخوتنا وإحنا وياهم هذا، وهم قبائل يضربهم المثل. ولكن إحنا أشوف بعض التعليقات الناس في صفحات ناس هذا إنهم يعموا شبوه كلها. لا تعموا شبوه كلها أبدا، عيب. الشخص نفسه حتى قبيلة باحاج ذولا منكرين الفعله حق صاحبهم هذا دي قتلوه، وقبيلة الأسود ذولا منكرين لأنهم جو محكمين، يعني منكرين. إحنا لا نعيب الناس كلها، عيب. فعلى كل حال لعن الله دي ورد السلاح، ولعن الله من صنعه، ولعن الله من أحرش بين اليمنيين، ولعنة الله عليه من وصلنا إلى هذه المواصيل. لو الناس في نعمة والناس في من الله في خير ما كان الناس بتقاتل ولا الناس. طلعوا عن النبي. شوفوا اعتبروا من الدول المجاورة، السعودية الكويت ما به ولا قضية قتل، وإحنا كل يوم ترند، كل يوم قضية، كل يوم شنيعة، كل يوم نكيرة. ما والله المستعانة. أصل العرب وين أصل العرب؟ وهذا أفعالنا كل يوم فضايح أمام الناس. يا رجال خلونا نتفرغ للسرق الذي أكلوا البلاد والعباد. هذا المفروض إن احنا نوقف كلهم دي في راسه عشارة وهو سمخ يلقط بندقه وجعبته وخرجنا كلاتنا فوقهم كلاتنا. أما إن احنا نطبل لهم ونتقاتل بيننا البين، يمني في يمني، مواطن في مواطن، مسلم في مسلم، وليحين. يا رجال ما يصلح بالكلام. أنا لمنعكم يا رجال، قسما بالله العظيم إني موجوع من الترندات حقها. إحنا معنا ثنتين الشماليين، إحنا ما إحنا أنبياء ولا إحنا معصومين من الخطأ. معنا ثنتين دي وقعت حق افتهان المشهري ونكرت القبائل كلها ودوا القاتل حمراء العيون. ثانيا قضية وقعت في رداع في منطقة اسمها الجوف، نفس القضية هذا اللي سووها أصحاب شبوه هذا الحين، هذا قبيلة باحاج الأسود نفسها، ونكرت القبائل كلها ولامتهم. في الملامة ملامة ولا حد يرضى بالملامة أبدا، وإحنا أخوه. رجاء غاية الرجاء، أنا أخ لكل يمني شريف وكل يمني حر، وعلمي سلامتكم.